مفيش صدى صوت. حابب صحباتي اهلا بيكم في يوم جديد ومغامره جديده. الساعه دلوقتي حوالي 7:30 صباحا. إلفي المفروض عندها شغل في فيينا بعد ساعه، فقلت لها خليني انا هسوق بيكي لحد يعني الشغل بتاعك، وانا اروح بقى اتسلى شويه في فيينا او الف لي اي لفه، وبعدين ارجع بقى على التشيك لان بكره عندي شغل. فصحين في مدينه مودلينج الجميله اللي اتفرجنا عليها امبارح مع بعض. يعني المدينه دي يا جماعه يقال ان بيتهوفن كان عايش فيها، والمضحك ان بيتهوفن كان مفلس، فاللي كان بيعمله ان هو كان بينقل من بيت لبيت لبيت. طول ما احنا ماشيين حوالين المدينه مكتوب ده بيت بيتهوفن، ده بيت بيتهوفن. فمن كتر ما بيتهوفن عنده بيوت هنا، فبسالهم يعني هو بيتهوفن كان عايش فين ولا فين؟ قالوا لي بص هو كان مفلس، ما كانش بيدفع الايجار بتاعه، فكان مضطر ان هو ينقل من بيت لبيت لبيت كل سنه لمده حوالي 5 سنين. فمتخيلين بيتهوفن العملاق بتاع الموسيقى كان عايش هنا مفلس وعمال ينقل من بيت لبيت لبيت. فالصراحه كان موضوع مضحك بالنسبه لي. المهم ادي مدينه مودلينج الجميله صباحا. دلوقتي هنودع، رايحين نجيب العربيه بتاعتنا، كنا راكنينها تحت الكوبري هنا، او المفروض ان ده يعني مجرى ميه. المهم يعني ناخد العربيه بتاعتنا بعد نومه، كانت الصراحه نومه جميله. ودلوقتي إلفي المفروض بتجهز لنا شويه سندوتشات عشان برضو الرحله لفيينا، ونروح نوصل إلفي للشغل بتاعها، وبعدين نشوف بقى يومنا هيمشي ازاي. يلا بينا. This morning. Wait, what? Thanks for dropping me off at school this morning. Just kidding. Did you make us some sandwiches? I did. All right. All right. I did. All right. All right. Thank you for having me, LV. You're the best host in modeling. You're the best friend I have in Mo. I've stayed in modeling in my whole life. Oh, بس كده. ملينا العربية. Let's go. Ready? Mind if I put my crumbs all over your car, do you? No, I don't. All right. I gotcha. Let's go. It's gonna fall so bad now. Count till 5 and the phone falls. 5, 4, 3, 2, 1. بصوا وصلنا دلوقتي قلب مدينة فيينا. وصلنا إلفي الشغل بتاعها. Where's your work? Safest. I don't know. Is it your first day at work or what? It's my second. But my third year, but my second day off. إلفي يا جماعة مش عارفة هتروح فين، لأن هي عادة بتروح مكان تاني، ولكن النهاردة طلبوا منها تيجي المكتب يعني، أو معرفش فين، فبتدور. Yes. I'm gonna miss you, Ilvi. My heart is shattering. Like actually. Everyone go spend time with Safe, it's amazing. I'm gonna miss you. Ilvi! Bye Ilvi! Ilvi! ودعنا إلفي، ودلوقتي بقى نروح نشوف هنعمل ايه. غالبا نشرب لنا قهوة صباحية هنا في شوارع فيينا قبل ما نتوكل يعني، ونرجع على بلدنا الحبيبة الثانية او الثالثة التشيك. يا جماعة إلفي طلعت في مبنى غلط. طلعت دلوقتي ورايحة للمبنى الصحيح. لسه واصلين دلوقتي السيتي سنتر بتاع فيينا. قلت اجي الفلف شويه، وانا جاي اركن العربيه لقيت واحده معديه كده بتقول لي ممنوع انك تركن هنا، لازم تروح محل السجاير وتجيب ورقه اسمها بارك شين وتعلقها كده، وليك ماكسيمم ساعتين. فاحنا قدامنا ساعتين نسيب العربيه فيهم، والساعتين كلفوني 5 يورو. فجبنا الورقه، وكان لازم ان احنا نشطب على مثلا اكتوبر ويوم 28 2024 الساعه 10 وربع صباحا وبس. قدامنا ساعتين بقى نروح نلفلف فيهم سريعا هنا في السيتي سنتر بتاع فيينا، وبعدين نرجع تاني نلحق العربيه قبل ما تتكلبش بقى او تتشال تماما. بس خدت لي كبشه لب بسمر معايا عشان وانا بتمشى كده اقعد اتسلى بيهم، لسه معايا كتير في الجيب يعني. ونروح نلفلف بقى ونفطر لنا هنا في شوارع فيينا الجميله. بصوا يا جماعه، المبنى اللي احنا كنا راكبين جنبه على طول هو جامعه فيينا، فقلت اخش ابص لي يعني، اخد لي بصه سريعه جوه الجامعه. تحسوا ان احنا دخلنا يعني هوجورتس. بصوا الجامعه من جوه، واو. عجبني جدا الميكس القديم مع الجديد يعني، عاملين لهم اكستنشنز مباني جديده. هو المفروض النهارده اول يوم في الاسبوع عندهم هنا، ولكن الدنيا تعتبر فاضيه يعني، في الظاهر الكلاسز مليانه على الاخر. بصوا الناس هنا بتطلع تاخد بريك تدخن بره. اجواء برضو الجامعات الصراحه في اوروبا اجواءها جميله يعني. واو. وده هنا المدخل الرئيسي بتاع الجامعه، على طول على الشارع كده تروحوا طالعين الطلعه الرويال دي. عايزكم تاخدوا بالكم من مدخل الجامعه يعني. بصوا
مبدئيا كلهم سياح، كل اللي طالعين دول سياح. وده المدخل الرئيسي للجامعة. بصوا الجمال، حاجة فوق الروعة يعني. تحسوا ان انتوا داخلين البرلمان. دول طبعا ممكن يكون ناس مشهورة درست هنا. واو، بصوا الجمال. وبعدين تروحوا طالعين بقى من الباب ده. بصوا المنظر. اوه، هدي يا جماعة جامعات تفتح النفس، تخلي الواحد عايز يجي ويدرس ويعيش اجواء جامعة يعني. بصوا الجمال. عايزكم تتخيلوا يا جماعة معايا سيجموند فرويد اللي هو يعني من اشهر خريجي جامعة فيينا، وهو قاعد كده في الحديقة بيفكر في كل السايكو اناليسيس بتاعه وعلم النفس والحاجات دي كلها. وبعدين تفكروا برضو في جريجور مندل اللي هو يعني يعتبر اب الاحياء كلها او الجينيتكس، وهو قاعد برضو هنا في الحديقه عمال يفكر في الثيوريز بتاعته. لا مبنى تخشوه كده تحسوا بالعظمه على طول يعني. تحسوا ان انتوا فعلا كده خلاص هيجي لكم اختراع في دماغكم. وانا قاعد هنا ماشي بأزأز لب يعني زي قلتي، ولكن بصوا العظمه. واو. بصوا يا جماعة الصف ده كله ناس اتخرجت من الجامعة دي، ولكن مش ناس بسيطة، ناس مشاهير جدا يعني. ده مثلا اسم مش محتاج ان انا اعرفكم عليه يعني، الناس اللي هي بتفهم في الكوانتم ميكانكس والفيزيكس. شرودنجر ده اللي هو صاحب فكرة القطة اللي ميتة ومش ميتة في نفس الوقت، وكسب نوبل برايز يعني. فالتمثال اللي قدامكم ده اي نعم شكله بسيط، ولكن وراه قصص كتيرة جدا. وده دوبلر، مخترع الدوبلر افكت. لا في اسامي انا عارفها يعني، ولكن مش عارفها في نفس الوقت. مينر. بصوا انتوا ماشيين كده تحسوا يعني بالعظمة بجد. لا حاجة بجد يا جماعة ماجيكال. واللي انا واخد بالي منه هنا ان معظم اللي اتشهروا يعني في الجامعة دي يا اما فيزيكس يا اما ماث او سايكولوجي يعني، وكم حاجة تانية، ولكن اكتر حاجة هي الفيزيكس والماث. ده مثلا ثيودور فون سيكل، ده هيستوريان يعني في التاريخ. لا بصوا يعني مش الطرقة دي بس، وانتوا بتلفوا كده هتلاقوا تماثيل في كل حتة. اسامي يعني تعتبر اسامي مش بسيطة خالص. بيرتا كارليك، دكتور ارنست لودفيك، ده اتوقع مشهور في الطب او الخيمياء يعني حاجة كده. يا جماعة بصوا احد اصغر التماثيل هنا هو سيجموند فرويد. طبعا صحاب علم النفس اكيد عارفين سيجموند فرويد يعني، مش محتاج ان انا اديكم عنه مقدمه. ولكن غريب ان هو تمثاله يعتبر من اصغر التماثيل هنا. ده يوريكم يعني قد ايه ده بالنسبه يعني للناس اللي اتخرجت من الجامعه دي العظيمه حاجه بسيطه يعني. طول ما انتوا ماشيين كده بقى كل الحته اللي انتوا شايفينها دي. بصوا يا جماعه هنا لقيت تمثال رئيس التشيك الاسبق مساريك. بصوا يعني المضحك ان هو رئيس دوله كبيره انا عايش فيها دلوقتي يعني، ومع ذلك تمثاله صغنن مقارنه يعني ببقيه العمالقه اللي هنا. ويوريكم ان هو عادي يعني، كان مجرد واحد من اصل 500 الف واحد هنا درسوا وعملوا يعني حاجات عظيمه. وحاجه ملاحظها ومطمناني ان معظم التماثيل هنا ناس عواجيز، فالواحد برضو بيحس ان هو لسه قدامه فرصه يخلق حاجه في الحياه دي. لان طبعا زمان الواحد عشان يبقى بروفيسور كان الموضوع بيطول معاه جدا، ولازم ان هو يتعمق يعني في اللي هو بيدرسه جامد. فلسه في فرصه يا جماعه ان الواحد يخلق حاجه من الحياه دي يعني. بصوا دول كانوا بيتشهروا وهم عندهم 70 سنه 60 سنه وهم كبار خالص يعني، فلسه في امل. الواحد والله طالع من الجامعه دي حاسس ان هو خلاص عايز يرجع البيت، يطلع على الجامعه يروح مقدم على PhD بقى ويكمل مسيره العمالقه اللي احنا لسه شايفينهم دول كلهم. ادي شويه صور كمان. لا الصراحه مكان فوق الروعه. كل دي اسامي بقى يعني الالما ماتر اللي هو الناس اللي اتخرجت من هنا بقى العظيمه. هتلاقوا بقى اسامي مرعبه، ولكن انا مش عارف ابص فين ولا فين يعني. هو غالبا دول اللي هم الدينز بتوع الجامعه يعني، اللي كانوا ماسكين الجامعه في السنين المكتوبه دي. بصوا من سنه كام؟ من سنه 1365. متخيلين؟ رقم مرعب برضو. بصوا يا جماعه قلت اخش اتفرج على مبنى من الداخل. بصوا المنظر، تحسوا ان انتوا دخلتوا غابه تروحوا طالعين تاني على الشارع الرئيسي ولا كأن في اي حاجة. لا الصراحة مدينة يعني جميلة جدا من حيث التصميم والاركيتكتشر والحاجات اللي انتوا شايفينها دي كلها يعني، من المدن فعلا التاريخية هنا في اوروبا.
الراد هاوس. الراد هاوس هنا بقى بيحصل ايه في الكريسماس؟ بيروحوا قلبين المنطقه دي كلها ايس سكيتنج، بيبقى كله تلج على الارض وحواليه بقى كريسماس ماركتس والكلام ده كله. فبتبقى دي هي العلامه الرئيسيه بتاعت كريسماس في فيينا، يعني الناس بتيجي تتزحلق على التلج قدام الغات هاوس، وبيبقى حوالين التلج بقى محلات هوت دوج واجواء كريسماسيه يعني. فلو في فرصه السنه دي اجي لكم فتره الكريسماس اجي افرجكم على نفس المنظر ده ولكن بالتلج والحاجات دي، نبقى نيجي ونتزحلق بقى مع بعضينا وافرجكم على اجواء فيينا في الكريسماس. صراحه خرافيه يعني. فيينا وبراغ من اكتر المدن في اوروبا كلها اللي الكريسماس ماركت بيبقى فيها يعني حاجه خرافه. يا عم انت اللي هتاكل مش انا. ما انا ما بعرفش اقرر، فانت قرر لي. لا انا ما قررناش، لا. الفونج ده بالمشروم. انا عارف، والنابوليتانا ده اللي هو بيبقى فيه سردين وكبن وزيتون. انت نفسك تعمل ايه دلوقتي؟ انا نفسي اشرب الشاي. خلاص ماشي، يبقى هاخد واحد شاي. ماشي. واخد واحده بيتزا نابوليتانا. بيتزا نابوليتانا ماشي. ده اخر كلام. اسم حضرتك؟ اسمي مكتوب على البيتزاريه. انت سان جوفاني ولا؟ اسم الله بس من غير سن. ماشي جوفاني. اسم الله عليك. حبيبي شرفت بيك. اهلا وسهلا بيك. خلاص اقعد بره. جاي بوليس انا جاي، انا عايش في براغ. عايش في براغ. في براغ. مش هنا يعني. مش هنا، جاي هذا بقى ليه هو انت ها؟ فجاي يعني واقف هنا ساعتين ثلاثه وراجع. ليه واقف ساعتين ثلاثه؟ يعني ترانزيت كده. ليش معنى يعني ساعتين ثلاثه؟ كنت في مدينه ثانيه في مودلينج جنب مودلينج ومكمل على براغ، وقلت اقف هنا يعني شويه كده. معاك عربيه ولا؟ معايا معاك عربيه. مسافر بالعربيه. صح. لسه واكلين دلوقتي عند بيتزاريا سان جوفاني اللي هي بتاعت جوفاني صديقنا المصري الاسكندراني لسه مقابلينه. فعلا من الناس الاصيله جدا يعني. الصراحه اتبسطت جدا وقعدنا ندردش مع بعض ونتكلم في حاجات كتيره، فيعني حسيت ان انا صاحب مكان فعلا. دلوقتي نودع مدينه فيينا الجميله ونرجع بقى تاني لاراضي تشيكيه بعد ما اتبسطنا هنا حوالي يوم ونص. صراحه يعني برضو حلو التغيير وحلو ان الواحد يطلع بالعربيه يسافر له رحلات سريعه كده. ودلوقتي بما ان عندنا عربيه فنبدا بقى نعمل رحلات صغيره من دي كتير بقى، المانيا، بولندا، سلوفاكيا، الحاجات اللي حوالينا دي كلها. ودلوقتي نبدا بقى رحله العوده. قلت قبل ما نتعمق بقى في الطريق نقف في سوبر ماركت كده سريعا نجيب لنا كام سناك علشان يعني واحنا في الطريق كده يبقى معانا تسالي زي ما بيقولوا. المفروض ان احنا دلوقتي على الحدود النمساويه التشيكيه، وقلت اقف سريعا كده بس اتامل جمال المزارع اللي موجوده هنا. ادي مزارع فوق مزارع تحت وفي قريه صغيره هناك اهي. منظر جميل جدا الصراحه. حلو ان الواحد يقف كده ياخد نفس عميق ويتفرج على الويندوز اكس بي ديسكتوب ويروح راكب عربيته ومكمل الرحله الطويله. لقيت منظر الصراحه خرافي يعني. قلت لازم ان انا اخش اتفرج عليه. بصوا 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 الطرق داخله يمين وشمال. لا 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 منظر خرافي، لازم ننزل نشوفه مع بعض. بصوا نقفل العربيه، مفتاح في جيبنا. واو. بصوا سايق العربيه دلوقتي لقيت منظر الصراحه، قلت لازم اركن العربيه وانزل اتفرج عليه بنفسي يعني. اصفر في اخضر في برتقاني، مناظر يعني ولا كانكم فعلا دخلتوا الديسكتوب بتاع مايكروسوفت. لا ومش بس اللي قدامنا ده، انتوا لو عملتوا زوم ان هتلاقوا بعيد اصفر في اخضر. بصوا يعني على بعد الجبل كله. يعني اكيد في الصيف المنظر بيبقى احلى واحلى كمان، ولكن حلو برضو الفايب بتاع البرتقاني اللي هو في الخريف ده بيزود طعم شويه. لا وايه وانتوا ماشيين كده لحد تشيك. احنا دلوقتي نعتبر لسه جوه النمسا ولكن الحدائق مكملها لحد ناحيه تشيك بعيد هناك. بص 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 كل ده نفس الفايب. معرفش ده شجر عنب ولا ايه بالظبط يعني، سامحوني على جهلي في الحته دي. ولكن بصوا تخشوا كده حاسس ان انا دخلت تاسكني في ايطاليا. هي الظاهر دي ارض يعني بتاعت حد، فانا مش المفروض ان انا اخش اتعمق قوي، ولكن المنظر يعني حاجه كده تفتح النفس والشمس طالعه. انا غالبا هركن العربيه هنا واقعد استجم شويه وبعدين نبقى نكمل رحلتنا. دلوقتي داخلين على الحدود النمساويه التشيكيه. خلينا افرجكم المنظر بيفرق ازاي. احنا دلوقتي اليوفط كلها بالالماني، يا دوبك بس هنعدي خط صغنن كده يعني
ايماجيناري. وخلاص احنا كده يعتبر دخلنا تشيسكا ريبوبليكا، دخلنا على الحدود التشيكيه. بص الموضوع سهل جدا يعني، انا كده رحت من بلد للتانية من غير اي حاجه، سايق بس كده ومحدش شايك ومحدش سأل، والدنيا جميله. وبص مفيش فرق حتى في الشوارع، مفيش فرق في اي حاجه يعني، اكننا بالظبط في نفس البلد. ممكن الفرق الوحيد بس ان الواحد في مخه كده الفلتر فرق، بس اليوفط هي بدات تبقى بتشيكي وبس كده. هو ده تعديه الحدود في اوروبا، الموضوع سهل وبسيط، والناس هي معديه على العجل اللي عايشه هنا يعني. ممكن يروحوا يعملوا سايكلينج في النمسا ويرجعوا تاني بعدها بساعه، فالموضوع مريح جدا هنا يعني. هوم سويت هوم. خلاص بقت كل حاجه بتشيكي. عاملين اوتلت هنا للجماعه بتوع النمسا عشان يعدوا الحدود، يا دوبك يشتروا كام حاجه سريعا تبقى ارخص من عندهم ويروحوا معدين الحدود ويرجعوا تاني. والعربيه دلوقتي برضو بتفهمني يعني. بص انت كده دخلت تشيك، فالفرق يعني بين اليوفط اللي في النمسا واليوفط اللي هنا كالاتي. وبس كده اهي خلاص بقينا اوفيشلي في التشيك. يا امي اللي حصل يا جماعه ان انا كنت سايق في الطريق والشمس ضاربه في وشي وبتاع، فحسيت عارفين لما الشمس كده تبقى ضاربه في وشكم وتحسوا فجاه ان انتوا عايزين تناموا. فاللي حصل ان انا وقفت على جنب كده قلت خليني اريح. عدى ساعتين ابتدي الناب يعني عميق، ودلوقتي صحيت والدنيا مليله خلاص، فهيبقى الطريق افضل الى حد ما. ولكن المهم ان احنا ريحنا. كنت خايف ان انا اغفل كده وانا سايق، فقلت خليني احسن اخد ناب بحيث ابقى فايق بعد كده وانا سايق يعني. فده اللي حصل. نمنا ودلوقتي نطلع ممكن نجيب لنا قهوه ولا اي حاجه كده مشروب عشان الساعتين اللي فاضلين. يلا بينا. لسه مخلصين دلوقتي كتاب ماركوس اوريليوس. عدينا دلوقتي على المستشفى عند لامبرت. معرفش تفتكروا لامبرت من كام فلوج فاتوا؟ صاحبنا الرواندي قاعد في المستشفى شغال. قلنا نعدي عليه. I'm doing Epic advert. I miss you. Epic is if want some advert for Epic. بص مدخل المستشفى تحسوا ان انتوا داخلين يعني حديقة عامة. لامبرت طبعا وريناكم هو ساكن فين في المستشفى، في السكن بتاع المستشفى، ولكن هو لما بيعوز يشتغل بيجي يقعد يعني في الاوفيس بتاع جراحة المخ والاعصاب عنده. ده اسم المستشفى. بص الجمال. هوم سويت هوم. اوه بص المفروض دي غرفة الدكاترة، حاجة يعني قمة النظافة. This is your room, bro? Oh, you're watching football? It's today? Yeah. No way. Vini is not gonna win it. He's not? He didn't even travel to Paris. So who's gonna win it? Rodri, for sure. No way. He must. No way. Vini is not performing in Brazil. That's What else crazy. do you expect? And you're working now? Or just preparing for tomorrow. Okay, I cannot film that. Look at this view. بص المنظر من عنده. This is amazing, yeah. The fans have been asking about you. Really. I love you so much, guys. I'm sorry it's been a while, but I'm cooking something. Epic entertainment. Bro, man, please promote, man. Put us in your story. It's on Instagram? Yeah, it's on Instagram. All right. It's For this. Afro parties. Of course, yeah. All We are right. here to bring Africa. And you're studying Afrofusion. Handbook of Neurosurgery. It's like the Yeah. basic book you need to start. Bro, doesn't look that basic. It's massive. Yeah. بصوا دي الغرفة اللي لامبرت قاعد فيها. الأوضة التانية بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. دي المفروض الدكاترة بتيجي تريح هنا بين العمليات مثلا وتشتغل شوية، أو لو بايتين عندهم نبطشية بيباتوا هنا. وبعدين بصوا اوه تحس انها يعني غرفة فندق بمطبخ صغنن كده، يعملوا القهوة بتاعتهم والكلام ده كله. تعال نشوف فيه هنا. وبرضو حمام صغنن هنا. غرفة يعني زي سيرفيس ابارتمنت. وبعد ويك اند طويل رجعنا اوفيشلي هوم سويت هوم. فهنودعكم بقى ونخش ننام علشان نبدأ اليوم العملي غدا. وكالعادة استنونا بكرة في فلوج جديدة ومغامرة جديدة. Until then, take care and safe travels.